يسعد أوقاتكم جميعا، إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. اليوم عم أعمل جولة بالحديقة كمان. هدول عناقيد العنب استووا ما شاء الله، طعم غير شكل حلو كتير. طبعا هذا العنب طبيعي 100%، يعني بيو، لا رشينا مبيدات ولا حطينا له أسمدة، بس سقيناه مي وخلاص ما شاء الله. طبعا حديقتي فيها يعني كروم مشكلة، أسود، عنب أسود، عنب أخضر. هدول التفاحات لساتهم شوي حامضين، بدهم كمان وقت لا يستووا ينضجوا ما شاء الله. وهاي الملوخية أكتر شي فرحت إنه نجحت معي هاي السنة. يعني قبل هلا بصراحة الملوخية ما كانت تنجح، هاي السنة الجو الدافي والحار هو اللي يساعد الملوخية إنه ينجح بهذا الشكل. هدول البندورات، طبعا أنا زرعت بندورة مشكل، الصغير والكبير، في أنواع كتير للبندورة ما شاء الله. طبعا الجو الحار معروف انه هو اللي بيساعد اي نوع من الخضرة انه ينجح ويعطي مردود وانتاج اكتر. يعني هذا السر، انه الخضرة اذا نجحت عارفي انه الجو هو اللي يساعد هاي الخضرة انه تنجح، الجو الدافي والحار. طبعا في خضرة يعني بتنجح لما تكون الحرارة معتدلة، بس الخضرة الصيفية هاي السنة نجحت بألمانيا لأنه الجو كتير كان شوب. يعني لما يجي الشوب بيكون غير عادي، وإذا إجا برد بيكون غير عادي. طبعا معروف إذا عندك حديقة بالبيت، يعني بصراحة الحديقة والعناية بالحديقة بده وقت، بده مجهود. أول شي لازم تحددي نوع النباتات اللي بدك تزرعيها أو الوقت المناسب لهاي النباتات، بدك تعرفي هدول الأمور. بعدين تختاري مكان مناسب بالحديقة أو تقسمي الحديقة تزرعي الخضر المختلفة أو البذور اللي بدك تزرعيها. وبدها أدوات للزراعة. طبعا بدها انه نجهز التربة، بس تقرري تزرعي شي لازم تفلحي التربة، لازم تجهزي التربة. وإذا شفتي مثلا الزرع انه في آفة تحاولي تعالجي هاي الآفة. مثلا هدول البندورات ما شاء الله، يعني إنتاج هاي السنة ما شاء الله يعني كتير، سبحان الله، الله يبارك. طبعا معروف انه طعمة الخضرة البيتي او الحديقة المنزلية غير الخضرة لما نشتريها من البيوت. اغلب الخضروات من الماركتات بتكون من البيوت البلاستيكية، الا اللي مكتوب عليها بيو. طبعا هدول يا شغل حدائق، يعني يا شغل بيوت ما شاء الله. يعني الواحد مو بالساهل بصراحة بيقطف ثمار مجهوده، لازم الواحد يتعب. لازم تشتغلي بحديقة بيتك أو حديقة منزلك، لازم تديري بالك. يعني أنا عن نفسي بعتبر إنه أي شي بالحديقة سواء كان زرع
أي نباتات وورد أو شجر لازم يتعامل كمعاملة الأطفال، يعني تديري بالك عليهم، تطلي عليهم، تشوفي شو ناقصهم، بدهم مي، بدهم عناية، بدهم تسميد أو أي شي تاني. طبعا التسميد في كتير أنواع أسمدة يعني طبيعية. الألمان أغلبهم بيستعملوا طبعا اللي عندهم حدايق بيستعملوا السماد الطبيعي اللي بيجي من الحيوانات، طبعا فضلات الحيوانات أو الطيور. هذا الشيء بيحافظ إنه على طبيعة الخضرة، إنه الخضرة يكون طبيعي 100%، أو مثل ما عم بيقولوا هن يكونوا بيو. وهدول البندورة صغيرة. طبعا سبحان الله كل نوع من البندورة إلها طعمة، يعني طعمة الصغير كتير مو مثل المتوسط، والمتوسط مو مثل طعمة الكبير. كل نوع سبحان الله له طعمة. هدول فلفل حر أو فلفل حاد ما شاء الله. وهذا كمان بيجي على لون برتقالي، بندورة كتير صغير، طعمتهم كتير طيبة. على فكرة هدول الصغير كتير بيجوا كتير غالي بالماركتات، يعني سعرهم أغلى من الأنواع التانية ومن النوع الكبير. ما شاء الله عبينا السلة الله يزيد ويبارك. هذا النوع الكبير. هدول باذنجان كتير صغير، حجمه بيجي نوعه وحجمه كتير صغير، يعني طبيعته هيك ما بيكبر، بيضل بهذا الحجم. هاي عبينا سلتنا ما شاء الله، الله يزيد ويبارك. هدول الخيار طبعا خضرة تبع الحديقة تبعنا مشكل، يعني دائما بشوف هلا وقت شو، وقت زراعة شو بحضر البذور وبفلح التربة وبزرعها دائما. مثلا إذا إجا الشهر بشوف هذا الشهر وقت زراعة شو، أو هذا الفصل وقت زراعة شو. وهدول توت العلي أو التوت البري، أنا بنتي كتير بتحبه. هدول ورق السلق زرعتهم قبل بفترة. هدول كمان الرشاد كتير ناجح هون، سبحان الله تزرعيها يومين 3 دغري بتفقس البذرة. وهون لما كنت حضر التربة منشان ازرع البصل، طبعا هيك نعمنا التربة وفلحناها وسويناها منيح مشان اذا بكرة سقيناها المي تروح لكل مكان، تتوزع على كل الأمكنة. بصراحة هون يعني ما عم لاقي بصل كتير صغير، عم جيب من الماركتات، يعني عم حاول قدر الإمكان لاقي أكتر البصلات صغيرة واشتريهم. يعني هون البصل الصغير بس بيجي مرة بظن بالسنة، وهلا مو وقتهم، لهيك عم نقي البصل الصغير وعم ازرعه. طبعا المعروف انه البصل بده وقت منشان يطلع، يعني بيطول ليطلع.
البصل الأخضر كتير طيب. عم أزرعه هيك بهاي الطريقة. فيكي يعني ما تزرعيه يعني هيك مرتب أو بشكل مستقيم، يعني أي مكان بدك فيك تحطي راس البصل فيه. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله تضلوا بخير والسلامة، ونضل نعمل هيك فلوقات مع بعض بالحديقة وبالطبيعة الخلابة. سبحان الله اللي أبدع هذا الخلق.